السلام عليكم، كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. برحب فيكم جميعًا وباشكركم شكر كبير، بخص بشكر اللي بيشاهدوا الفيديو للأخير، بيحطوا لي لايك وبيشتركوا في قناتي وبيكتبوا لي أكثر من تعليق. ندعي الأخوان المستضعفين في كل مكان، غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان. اللهم انصرهم وكن معهم ولا تكن عليهم واحفظهم بحفظك الكريم يا رب العالمين. اللهم بلدي الأردن احفظها واحرسها، ووفق ملك البلاد وولي عهدي الأمين يا رب العالمين. وبلدي سوريا اللهم كن معهم وثبت أقدامهم وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعاتكم. وحاب إني كمان بقول لكم يا أهل غزة إن الله مع الصابرين، اصبروا وجاهدوا، الله ينصركم يا رب، كلنا معكم. وخلينا نبدأ في هالفيديو يا حبايبي. يلا معنا في أول موضوع يا جماعة، واللي هو وصول غيث مروان 9 مليون مشترك على يوتيوب. أول شي بقول لك ألف مبروك يا غيث، أنت بتستاهل، وإذا بتتعب على محتواك وفعليا أنت من الناس اللي بتتعب على محتواها. صح عندك بعض الأمور مش كويسة في محتواك، ولكن أنت برضو بتتعب على حالك وناجح، فبرافو عليك وألف مبروك يا جماعة، وباركوا له تحت في التعليقات. الموضوع الثاني وأيضا في غيث، واللي هو الاستهزاء بتمثيل غيث، لأنه مثل في مسلسل 5 in 1. فصاروا صحاب منه يصوروا بعض الستوريات وهو كان موجود يعني يا جماعة، وهو اللي كان يصورهن. كانوا يقعدوا يقلدوه يوم ما كان يمثل في المسلسل، لما حكى أنا ما قتلته. هاي كثير عملوا عليها كمان ضجة، وصاروا جدا يتمسخروا عليها ويستهزئوا فيها. تمام يا جماعة. ولكن يا جماعة غيث أول مرة بيمثل ومش اختصاصه التمثيل، فأنا لقيت إنه غيث يعني جدا نجح، وبرافو عليك يا غيث، ولا ترد عليهم ومشيلهم. أما على الموضوع الثاني، واللي هو رد المخرج محمد عتال على انتقاد تمثيل غيث، لأنه فرد هو عبارة كان حاطط صورته وصورة غيث على الانستغرام، وكان كاتب تحتها بعض العبارات، يعني عبارة وكانت يعني كلمة. واختصار يا جماعة إنه كان بيحكي إنه غيث أبدع في المسلسل، وهو مش اختصاصه، أول مرة بيمثل. وأنا لما شفته وشفت أداؤه انبهرت من أداؤه، ما كنت متوقع. أنا صراحة يا جماعة بدي أمشي مع محمد عتال وراح أوافق معه، لأنه فعليا غيث مش اختصاصه يا جماعة هو تمثيل، ولا عمره مثل من قبل هيك، وفكرة جديدة. بس أنا لقيت برافو عليك محمد عتال وبرافو عليك يا غيث. موضوعنا الثالث واللي هو فيديو كليب بيسان إسماعيل. يا جماعة اللي ما بيعرف إنه بيسان إسماعيل نشرت بعض الستوريات كانت تجهز فيها لفيديو كليب، وهذا الفيديو كليب راح هم قاعدين يصوروه في لبنان. فإحنا بنتمنى لك التوفيق يا بيسان، وقاعدين نستنى فيديو كليب يكون يفجر الدنيا. الله يوفقك يا رب. وبتمنى يا بيسان إنه تكون الأغنية من تأليفك ومن كتابتك، يعني تكون يعني جايبتيها من هون جايبتيها من هون. وإن شاء الله يا رب نتمنى لك كل التوفيق يا رب. لسه ما انتهينا من بيسان إسماعيل، وموضوعنا الرابع واللي هو فضيحة بيسان إسماعيل وأهلها. طبعا يا جماعة اللي ما بعرف، نشرت ستوريات هي بيسان، كانت أمها وأخوها نوار في أحد الملهى، لأنه مبين يا جماعة ملهى ليلي، يعني مبين جدا. فيه راقصات وفيه غناء وفيه هيك أمور تمام، وحتى إنه هي نشرتها في أوقات جدا متأخرة، فكل الناس حكت انه هذا مقهى ليلي. وبدي اقول لكم يا جماعه اللي انتم تفاجأتوا وهيك، معروف عن بيسان اسماعيل انها راحت وغنت في مقاهي ليليه. تخيلوا يا جماعه انها راحت مشان يعني مشان المصاري، وبيسان مش بحاجة المصاري يا جماعة. انتوا عارفين بيسان قديش معها بيوت وسيارات وفي دبي، يعني مش عارف أنا شو السبب. ولكن انتوا لا تنسوا يا جماعة إنه هي لا بتصوم لا بتصلي ولا بتعمل إشي، لأنه هي بالأصل أعلنت مرة إنها درزية. والدرزيين يا جماعة طائفة موحدة، يعني ملحدة، ما بتصلي ما بتصوم ولا إشي يا جماعة، تمام؟ فبيسان تنتمي إلهم. فيا جماعة لا تتفاجئوا ولا إشي، وهم يعني عندهم هذا الأمر عادي، فيهوش إشي. ولكن انا بقول لك يا بيسان، اذا انت رحتي وعلى المقاهي الليلي مش ضروري انك تصورين، لا تنسي انه في ناس صغيره بتتابعك. بس هذا بدي اقول لك اياه. موضوعنا الخامس واللي هو مقابله قمر وردود صادمه منها. طبعا يا جماعه عملت مقابله على احد القنوات، واتوقع انها كانت قناه مزاج، وكانت اللي بتقدم في هاي الحلقه اللي هي ريما لسطى. فعملت يوميتها المقابلة، فسألتها ريما إنه أنت شفناكي مع الشامي، المغني الشامي يا جماعة، فشو علاقتك معه؟ حكت لها هل إنه في علاقة حب؟ حكت لها لا، ما في علاقة حب، فقط علاقة صداقة، وصداقة قوية. طيب ماشي أوكي يا قمر، إحنا دائما بنشوفك مع شباب وبنشوف شامي مع البنات، فيعني مش غريبة عليكي. ولكن نتمنى إنه يطلع كلامك صادق.
حكيت لها كمان هل أنتِ راح ترتبطي أو مرتبطة؟ حكت لها لأ، ولكن أنا في بالي واحد ومن هالكلام، يعني مش مفهوم أبدًا من المقابلة إشي أنا ما أخدت منها لا حق ولا باطل. فبنتمنى إنِّك تفهمينا يا قمر، تطلعي في story تفهمينا كل شي أنتِ قلتيه وتترجميه للغة العربية. هذا اللي بدي أقول لِك إياه يا قمر، والله يوفقِك يا رب. موضوعنا السادس واللي هو صورة حجاب سارة الورع. يا جماعة أنا انصدمت كثير من الناس خاصةً من قنوات النقد اللي طلعت وصارت تمدح في سارة. على إيش يا جماعة بتمدحوا في سارة؟ على إيش؟ أنا بدي أفهم. يعني أوكي برافو عليكِ يا سارة، ولكن يعني أنتِ بس في رمضان اتذكرتِ إنِّك تلبسي الحجاب وتصلي أو تقرأي قرآن؟ يعني أنتِ في رمضان تنهدي للحجاب، طب غير رمضان يعني العبادة بس في رمضان. فأنا استغربت من الناس اللي طلعت ووافقت وصارت تشجّع في سارة الورع. يعني على إيش يا جماعة أنتم قاعدين تشجعوا فيها؟ بالعكس أنتم لازم تقولوا لها برافو عليكِ، ولكن في غير رمضان كمان بدنا نشوف هيك، مش بس في رمضان. يعني العبادة، يعني الله عز وجل لم يجعل العبادة في رمضان بس. نتمنى يا سارة نشوفِك في صورة ثانية في رمضان نفس الإشي بس في غير رمضان. طيب موضوعنا السادس أو السابع يا جماعة واللي هو مقابلة نور ونارين، نور ستارز ونارين بيوتي. يا جماعة عملوا طبعًا هم مقابلة مع بعض، وكانوا بيمسكوا لوحة عليها صح أو عليها خطأ، وكانوا يسألوا بعض أسئلة مثلًا إن معِك مشاكل مع اليوتيوبرز، جاهزة للعرس وهيك من هاي الأمور. انساكم من الأسئلة وكيف كانت الإجابات، أنا بدي أروح لكم على الأجواء اللي كانت نار، نار يا جماعة. والحلقة يا جماعة جدًا، جدًا جميلة، فيها كلها طاقة إيجابية. روحوا يا جماعة احضروها، بانصحكم بسرعة تروحوا تحضروها، لإنه جد يا جماعة بتنبسطوا فيها، بتضحكوا وتغيّروا جو، لإنه بتحسوا حالكم جوا المقابلة وكأنهم هم بيسولفوا معكم. جدًا جميل. أنا مرة يومّا صارت المشكلة بيناتهم المشكلة القديمة، لمّا هاي حكيت إنه هاذول قمة، يعني نور قمة ونارين قمة في المحتوى وقوة المحتوى على يوتيوب، ومن أقدم الناس ومن أفضل الناس على يوتيوب. فحكيت لمّا صار بيناتهم الخلاف هم دمّروا بعضهم، فعليًا هم يا جماعة ثنائي أثبتوا بإنهم عندهم إنهم التصوير مع بعض جدًا جميل. وأنا من أكثر الناس إنه هاذول اليوتيوبرز الإثنين يظلوا دائمًا يصورن مع بعض، لإنه عن جد تصويرهم مع بعض بيجنن. برافو عليكِ يا نور وبرافو عليكِ يا نارين، فعليًا أثبتوا لنا إنه أنتم ثنائي بيجنن. برافو عليكم، نتمنى لكم كل التوفيق يا رب، وروحوا شوفوا الفيديو. موضوعنا ما قبل الأخير يا جماعة واللي هو عملية بوتوكس لأم نارين بيوتي، مش عارفة إذا أنا كاتبها صح والّا لأ. بس المهم يا جماعة أنا بدي أقول لكم شفنا كان شيرو بيصور فيديوهات، كان في الطبخ وكانت أمه قاعدة بتجهز في الفطور. كان بيصور فيها، فلاحظنا يا جماعة إنه على الصورة إذا بنقرب هيك ونضبط يا جماعة مبين إنه وجهها منفوخ وعاملين له يعني إبر وهيك الأمور. فيا جماعة هاي بيجيبوا مثل السيليكون إبر عفوا إبر وبغزوها يمكن في الخدود وفي في الشفة، يعني تمام. مش عارف أنا بالضبط، يعني بجوز البنات يفيدونا في هذا الموضوع، فكان مبين عليهم يعني. المهم يا جماعة بس أنا بدي أقول لِك يا أم نارين أنتِ والله حلوة، يعني إحنا بنعرف أم نارين جدًا، جدًا جميلة يا جماعة. أنا من الناس اللي جدًا باحب جمالها، مع إنها كبيرة في السن ولكن أنتِ جدًا جميلة يا أم نارين، فما بتحتاجي لعمليات البوتوكس. وخلّينا ويعني وأنتِ كمان في هالعمر يعني مش كويسة إلِك العمليات، والله مش كويسة إلِك. إحنا ما بنقدر نغصبِك ونقول لِك لا تعمليه، هذا بيرجع إشي إلِك، ولكن إحنا بنقول لِك بننصحِك وبنقول لِك أنتِ حلوة وبتجنني بدون بوتوكس يعني نتمنى الله يشفيكِ ويعافيكِ، ويا رب ما يكون ضَر عليكِ يا رب، وما ييجي لِك شر. آخر إشي يا جماعة موضوعنا الأخير واللي هو سبب كثرة كاميرات اللي موجودة في بيت سيامندو شهد. طبعًا يا جماعة الناس صارت تحكي وتبعت لسيامندو شهد إنه شو سبب إنه عندكم كاميرات كتير في البيت. فردت عليهم شهد في فيديو على سناب. شفنا الفيديو يا جماعة وكانت بتحكي فيه شهد للي ما شاف الفيديو إنه إحنا بنحط لإنه هم عندهم عاملة أو إحنا مثل ما بنسميها في لغتنا العامية واللي هي شغالة. ف يعني فهو عاملينها وحاطين الكاميرات، لإنه أحيانًا السيامندو شاهد بيطلعوا برّا البيت وبيطولوا لمدة طويلة، فهُم بيحبوا إنهم يشوفوا ابنهم شو بيسوي. وحكت إنه أنا مش باخوّن العاملة، لا بالعكس العاملة اللي عندها جدًا أمينة وجدًا بتحبهم زي ولادها وأكثر، وبس هي بتحب إنها يعني تتطمن وشوف شو ولادها قاعدين بيعملوا.
تمام، حابة تشوف يعني مثلًا ابنها بوكل قاعد بيلعب، قاعد إيش بيعمل، فهي بس حابة إنها تطمن على أولاده. طبعًا يا جماعة هذه من حقهم وبرافو عليك يا شهد، أنا باشجعِك على هذا الأمر. وهيك بنكون وصلنا نهاية فيديو اليوم، باحبكم كثير يا أسود قناة عالم اليوتيوبرز، باحبكم جدًا، لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة وتكتبوا لي أكثر من تعليق، بدنا أكثر من تعليق يا جماعة، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.